السلام عليكم الحباب، كي راكم دايرين؟ نتمنى كاع خواتاتي تكونوا بخير وعلى خير. صايي دخلنا في العشر الاواخر، على بالي بلي راكم عيانين وراكم تحوسوا غير على الوصفات السهله وسريعه التحضير. اليوم جبت لكم طريقه عمل كبده مشرمله روعه 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 كيما تاع المطاعم واحسن. نتمنى تقعدوا معايا خواتاتي حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا طريقتي في تحضير كبده الدجاج مشرمله. نتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. لتحضير الوصفة تاعي عندي كمية تاع كبدة تاع دجاج اللي كنت غسلتها غاية، نقيتها وقطرتها. عندي كمية من طماطم، واحد حبة كبيرة ولا شي حبات تاع طماطم يكونوا فيهم الجو. عندي تلت فصوص تاع الثوم. عندي خليط تاع قزبر ومعدنوس. بالنسبة للتوابل عندي ملح، فلفل أسود، كركم، فلفل أحمر، وشوية كمون وشوية راس الحانوت. اول حاجه بديت بها هنايا، جبت طاجين تاعي درت فيه شويه تاع الزيت ونحط فيه كميه تاع الثوم، تلت فصوص تاع الثوم مرابي، ونقلي الثوم تاعي مليح في هذاك الزيت وما تخلوش الثوم تاعكم ينحرق. راكم عارفين الثوم ينحرق بالخف. ونضيف عليه الكميه تاع الطوماطيس الحبه اللي كنت رابيتها. وهنايا عندي ملعقه تاع الطوماطيس القوطي، طماطم مصبره، نسيت ما ذكرتها لكمش مع المقادير. نحلها في شويه تاع الماء ونديرها للخليط. نحرك مليح ونضيف التوابل تاعي، ملح وفلفل اسود وكركم وشويه تاع الكمون وشويه راس الحانوت. ونخلي لاصوص الطوماط تاعي طيب. من جهه واحده اخرى هنايا الكبده تاعي راني نقلي فيها في الزيت بوحدها، ما نديرهاش مع الخليط. ندير لها غير شويه تاع الملح وصاي ونخليها تنقلى. كي طيب لي الكبده تاعي نصفيها من الزيت ونبدا نحط فيها على الخليط تاع لاصوص طوماط. غير الكبده وحدها نقلعها من الزيت ونرجعها للطوماطيس. الطريقه هذه تجي شابه بزاف، بنينه بزاف. اللي ماهيش تحضرها بهذه الطريقه نقول لك راكي مراطيه، تجي كيما الكبده تاع المطاعم واحسن منها. انا هذه الوصفه ما نبدلهاش. نخلط مليح ونخليها تزيد تواصل الطهي نتاعها باش تتشرب الكبده، تدي الكو تاع لاصوص طوماط. ونبدا نقليه حتى نشوف حتى نشفها كاع من لاصوص. ونضيف هنايا الخليط تاع القزبر والمعدنوس، نقص لها النار ونخليها طيب. خليها حتى تنشف غايه. وهذا هو خواتاتي الشكل تاعها، كبده مشرمله، كبده الدجاج على طريقه المطاعم. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. وصلت لنهايه الفيديو تاعي لنهار اليوم. اذا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بالاعجابات والتعليقات. بارطاجوا الوصفه مع العائله والاصدقاء لتعم الفائده على الجميع. تهلوا لي في رواحكم، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.